السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخكم صالحات. اليوم جبت لكم واحد الوصفه هايله وهي كيك بالليمون لمحبي القارص بواحد الطريقه جد سهله بمقادير تانيك موجوده في كل بيت. واش نسحق في هذا الكيك؟ عندي 3 حبات تاع البيض، عندي كاس تاع السكر، عندي 120 غرام تاع الزبده، يعني حكمت على البطاطا الفلوريال وشفتيها يعني 100 غرام وقسمت ل 125 على 2. عندي مبشور تاع حبه قارص مع عصير تاع حبه قارص، عندي 2 كيسان تاع الفارينه وحده تاع لا ليفر. نبداو على بركه الله. بسم الله. نحكم البيض تاعي الحبه الاولى، الثانيه والثالثه. يعني ما نديروش لافاني بما انه راح نديرو قارص. ندير الكاس تاع السكر، درت يعني كاس معمر تاع السكر، وندير مبشور تاع القارص، مبشور تاع حبه قارص، ونخلط بالفويل مليح. بعد ما خلطتو مليح ونزيد الزبده ديالي دايبه وبارده بطبيعه الحال، قلت لكم 120 غرام. نخلط مليح حتى ينسجموا لي المقادير بهذه الطريقه. دوك واش ندير؟ نحط الصفايه ديالي ونبدا ندير في الفارينه قلب العقل اللي هما 2 كيسان فارينه مع شكيوره تاع لا ليفيغ. نصفيها بطبيعه الحال. اسهل كيك واتم كيك، يعني خاصه اللي يحبوا القارص لا غادي يجي ما شاء الله. ونبدا نخلط حتى نكمل الفارينه ديالي. الخليط تاعنا كيفاش ولا، شوفوا كيفاش جا. هاوليك واش نضيف دوك؟ نزيد حبه تاع عصير تاع القارص بهذه الطريقه، ونبدا نخلط فيه حتى يدخل لي هذاك العصير في الخليط تاعنا بطبيعه الحال. هانيك كيما راكم تشوفوا نخلط مليح بهذه الطريقه، يعني شو راني نخبط وراني نخلط او ميم طون. هانيك حتى نحس هذاك القارص تخليه كامل في الخليط ديالي. في هذه الدورة واش ندير؟ نحكم المولع كاكي ديالي، نهبط ننزل كامل العجينه عندي. هاوليك شوفوا القوام تاع الخليط كيفاش جا، يعني ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف بزاف. هاوليك نحكم المول ديالي، دهنته بالزيت وغبرته بالفارينه، درت له هنا في القاعده ديالو بابي كويسون، ونبقى نفرغ في الخليط تاعي كيما راكم تشوفوا. هاوليك انا سخنت الفرن ديالي قبل ما بديت نخدم، يعني كي بديت نخدم معكم سخنته، نحطو يطيب، نعطيلو تحميره الله الله ونرجع لكم بحول الرحمن. هاي بعد ما طابت الكيكه تاعي خليتها بردت لي مليح، حطيتها جانبا. عندي هنايا كاس 5 مغارف حتى 6 مغارف تاع السكر كلاص. عندي هنا عصير تاع حبه قارص، نخلط غير بشويه هاني حتى تولي لي شويه سائله. نفرغو فوق الكيكه ديالي كيما راكم تشوفوا، ونخليها ومن بعد نقدمها لكم في صحن التقديم بحول الله تشرب هاد لاصوص. هاو الكيك تاعنا بعد ما جهزنا، شوفوا كيفاش جا هايل وجا طري، يعني والله غير ما شاء الله. نتمنى تجربوا حبيباتي. شوفوا كيفاش جا خفيف كانه ليبونج، والبنه تاعو شهيتكم في الجنه حبيباتي. ما تنساوش تجربوه، ترجعوا لي في لي كومونتير وديروا النجاب وتابعوا القناه، تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، والى وصفه اخرى باذن الرحمن. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.